أهلا، ده أول جزء من تعلم ال AI ودي 10 ابيسود من تعلم البايثون. السيشن دي هتتكلم عن الفور هي عبارة عن أداة إن أنا أقدر أكرر فيها الحاجة اللي أنا عايزة أشوفها. أنا عايزة أعد مجموعة من البيانات اللي موجودة عندي، بس أنا عندي مليون داتا معينة. هل أنا هفضل أعد من وسط المليون دول؟ أكيد لأ، مستحيل. فبالتالي أنا عندي حاجة سهلة ينفع إن أنا أعد منها. ينفع أعد من الليست، ينفع أعد بالنسبة لي من تيوبل، من السترينج، من الديكشنري، أيا يكن. أنا هعد من داتا معينة موجودة. طيب، انا هعد الداتا اللي معينه اللي موجوده دي بتتكتب ازاي؟ نكتب اول حاجه فور، وبعديها ان هو بيبقى عندي حاجه اسمها variable. الفاريبل دوت انا ببدا ان انا اعد بيه. هعد بيه جوه ايه؟ جوه الداتا بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. وبعديها برضو بعمل له ان هو نقطتين، وفي نفس الفكره بكتب له ان هو الكود بتاعي اللي انا عايز اعمله. فيبقى دوت الأداة، الكاونتر اللي أنا هفضل أعد بيه. وكأن أنا دلوقتي دخلت المكتبة، والمكتبة ديت كبيرة بالنسبة لي، وعايز أعرف كام كتاب للتاريخ. هل أنا هروح دلوقتي أول حاجة للقسم بتاع التاريخ؟ أول حاجة أنا الشخصية ديت، أنا بالنسبة لي دوت هيكون هو الكاونتر، هو هيكون الفاريبل. حلو. أنا دلوقتي الفاريبل، القيمة اللي هروح وهشوف كام عدد الحاجة جوه الداتا، وهبدأ أعمل الفانكشن أو هبدأ أعمل الأكشن اللي مطلوب مني. لو الأكشن اللي مطلوب مني هو إن أنا أعدهم وأسيبهم، تمام. لو الأكشن اللي مطلوب مني هو إن أنا أعدهم وأنظمهم، تمام، أيا يكن. بس أنا دلوقتي الفاريبل، الحاجة اللي هتعد جوه الداتا اللي موجودة عندي. طيب، ككود زي ان احنا ممكن نعمل شكلها. مثلا هقول ان انا دلوقتي ابسط حاجة for ال I in range مثلا ما بين 5. ده معناه ان انا لو عايز اكرر الارقام لحد بالنسبة لي 5، من 0 بالنسبة لي لحد 5، هل دوت هيكون معناه ان انا هكتب 0 1 2 3 4 زي ما كنا بنعمل في الليست كده اهوت، وانا هكتب بقى بايديا؟ اكيد لا. طب هو لو مطلوب مني ان انا اعدهم مليون، هكتبهم برضو لحد المليون؟ ده اكيد لا، مستحيل. طب انا ممكن اعمل الحركة دي ازاي؟ هقول له ساعتها الاي هو ده الشخص اللي هيكتب، هو دوت اللي هيبدأ يعد. وهيعد منين، او هيعد على اي اساس، او ايه الاكشن اللي عايز يعمله؟ الداتا بتاعته ان هو بالنسبة له الرينج بتاعه 5. وبعديها اعمل لي برنت للاي، فيجي يقول لي انا طبعت لك تمام من اول الصفر لحد الاربعه. هما 5 ارقام بس عشان احنا بس بنعد من الصفر. يعني أنا لو عايز رقم 5 ك5 هكتب ان هو ساعتها 6، عشان هي بتبقى ناقص 1 لان احنا بنعد من الصفر. ف لو انا بالنسبه لي عايزه اقول له لا، انا عايز فعلا من رقم 1 مثلا، انا مش عايز ساعتها ان هو من صفر، انا عايز رقم من كذا لكذا. فعادي جدا، ما عندهوش ادنى مشاكل. ثانيه. فعادي جدا، ما عندوش ادنى مشاكل، هيعد لي ساعتها من الواحد فعلا اللي انا حطيتها له لحد 6 اللي هي بنقص منها 1، اللي هو يظهر لي ساعتها ان هو ك5. يبقى انا الرينج بتاعي من 1 لحد 6، وهيكون ساعتها انا طبعا بنقص من هنا 1. طيب، لو عايزين نكبر الموضوع ان هو شوية، ان انا بالنسبة لي مثلا عايز الوب، او عايز اعد عدد حاجات موجودة جوه لستة فعلا. عايزة أعرف عدد الحاجات اللي موجودة جوه الليستة بتاعتي. ممكن أعملها إزاي؟ ممكن فلنفترض إن إحنا هنقول نمبر، والليستة بتاعتي ديت هيكون فيها مثلا 1 2 3. وأنا دلوقتي عايز أعرف إيه اللي موجود جوه الليستة for الأي in مثلا النمبر اللي موجودة عندك. الأي دي متغيرة بس عشان يعني أسهل حاجة إن هي بالنسبة لي بكاونت بيها. for الأي مثلا اللي موجودة في النمبر، أقدر إن أنا أطبع الأي، هيديني يطبع لي ساعتها 1 2 3. اشمعنى الاي دي بتيجي؟ عشان نفهمها، الاي دي بتيجي بتشوف ايه اللي موجود هنا. هتقول لي موجود دلوقتي بالنسبة لي 1، اطبعها.
موجود بالنسبة لي 2 اطبعها، موجود بالنسبة لي 3 اطبعها، وهكذا. طيب فنفترض ان انا عايز الارقام اللي هتطبع ديت مش هتطبع بنفس الشكل ده، لا انا عايز الارقام كل رقم هيجي يطبع هيتضرب في 2. يبقى كل رقم انت هتيجي تطبعه اضربه في 2. ساعتها كل رقم هيكون موجود راح لقى ان هو معاه 1 قال له ماشي هاجي اطبعه، قال له لا انت مش هتطبعه عادي، انت تطبعه وتضربه في 2. بعديها كذا قال له لا انت مش هتطبعه عادي لحد الاخر. طيب لو انا جيت وقلت انا عايزه يبقى string، انا مش عايزه مجرد تبقى ليست عاديه كده، انا عايز يكون مكتوب بالنسبه لي string، يعني مكتوب قدامي كده هو كلمه، فالكلمه اللي مكتوبه ديت مثلا بايثون. فانا لو البايثون بالنسبه لي مكتوبه وجيت وقلت له فور الاي اللي موجوده جوه الجمله اللي موجوده عندك، الكلمه اللي موجوده عندك اطبع لي ساعتها الاي، هيقول لي جميل انا هطبع الحروف عادي كلها واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. طبعا لو فكرنا وجينا وقلنا ان انا هضربها في 2 فساعتها هتتضرب في 2 مش عشان هو الضرب كرقم، هو هتتضرب في 2 يعني هتتضاعف ل2، لان هو مهما يكن هو سترينج هو مش هيشوفها ان هي ارقام يعني، فده ارقام اما دي سترينج. طيب لو جينا قلنا ان انا عندي مجموعة من الارقام وجوه مجموعة الارقام ديت هتلف عليها. لو فاكرين اللي هو لو الرقم دوت بالنسبة لك even او الرقم دوت بالنسبة لك odd، فانا كنت بقول له if ان هي بالنسبة لك even او odd. دي انا ممكن اعملها ازاي؟ لو دخلت له مجموعة من الارقام الكتيرة ومش كل مرة انا هدخله input واحد. بمعنى مثال لو انا دلوقتي عندي ارقام مثلا 20 50 مثلا 2 آه، أرقام بالنسبة لي even أو odd. حلو. وعندي دلوقتي for الآي اللي موجودة جوه النمبر، ساعتها لو حلو ديت هتشوف رقم هتمسك رقم من اللي موجودين معاها دول، فأنا هقول لها اللي انتي مسكتيهم جوه الاي اف الاي رقم اللي انتي مسكتيه دوت اللي هو خلاص بقى في ايديكي ومحفوظ جوه الاي، لو هو يقبل القسمة على 2 ويبقى له وساعتها الباقي دوت هيكون بصفر، فوقتها اطبعهولي بعد اذنك. فهتقولي جميل انا ما عنديش ادنى مشكلة، انا هطبع لك الارقام اللي موجودة او اللي انا لقيتها جوايا، ومثلا اطبع لي معاها ان انا even. كمان دوت بالنسبة لي even number. يبقى أول حاجة الأرقام بتاعة الأي ديت هتدخل جوه النمبر، فهي هتمسك 20 وال50 وال42 سون لحد الآخر وهتحتفظ بيهم من أول، وهتبدأ إنها تجرب كل رقم هتجرب عليه، هتقسمه على 2 وتشوف ان هو يبقى الاسم منه حاجة ولا لا، هتقسمه على 2 وتشوف يبقى اسم منه حاجة ولا لا، وبعديها هتشوف اللي قبله وهتروح ساعتها انها طبعه، فهتقوم طبعه. خلينا ال15، خلينا ممكن نزود أرقام كلها ما تكونش مثلا تable آه، أرقام أكتر ممكن مثلا بحيث إنها تكون باينة. ما أنا دلوقتي اخترت الأرقام اللي بانت أو اللي مش متنفعش إنها تكون موجودة، ممكن ساعتها أنت تقوله أهو، وده يبقى ساعتها هنسميها odd. ممكن تعملها else وهكذا يعني. طيب لو أنا قررت إن مثلا محتاجة إن أخليه يكون عنده رينج معين، انا عايز بدل ما انا اللي هفضل اكتب كل الارقام دي، لا انا مش هقدر اكتب كل الارقام ديت، انا هضيف وهخلي ان هو فعلا اللي يكتب ما بين الارقام من حد مثلا 0 لحد 100، ومش كده وبس، ده انا عايزه اجيب الايفن بس هما اللي موجودين. بس مش كده، انا عايزه هو لوحده من الرينج بتاعتي دوت ان هو يجيب لي الايفن بتاعي او الاود بتاعتي. ممكن اعملها ازاي؟ ممكن اقول له ساعتها فور الاي اللي موجود جوه الرينج بتاعك، رينج مثلا من 0 لحد 30، وهاتلهم لي بالنسبة لي ان هو اساس زوجي. حلو. فتعالى نشوف البرنت بتاعتي، سوري.
فالprint بتاعتي إن هو هتيجي تجيب لي كل الeven بدل الخطوة اللي إحنا عملناها ديّة. لو أنا عندي أرقام معيّنة، لو أنا عندي data معيّنة، أنا عارف إن الdata اللي موجودة عندي ديّة أنا اللي هادخّلها، أو هي data فعلًا حقيقية وأنا عايزة أعرف الeven الodd. لو أنا بالنسبة لي عايز أجيب بس الناس الزوجيين، عندي مثلًا ID عايزة أجيبهم، عندي column معيّن أنا عارف إن الأرقام متسلسلة عليه، وعايز أجيب الأرقام بس اللي هي هتكون بeven، أو الأرقام بس اللي هي ممكن تكون بodd، أو إن إحنا نقول مثلًا عايزة الأرقام بالعكس، ممكن نكون كده مثلًا. فأنا عايزة الأرقام تيجي لي بالعكس، عايزه من ال5 الأول ويفضل لحد ال0 أو لحد آخر حاجة. ده معناه إن هو بينقّص 1، يعني ييجي أول مرّة ييجي يعمل 5، تاني مرّة 4 وينقّص 1، ينقّص 1، ينقّص 1 لحد آخر حاجة خالص. لو جيت وقُلت مثلًا أنا عايز أعمل 2 مع بعض، أنا مش مجرد إن أنا عايز أعمل for واحدة، أنا عايز أعمل زي الif إن هي يكون جواها 2 for كمان. دي ممكن أعملها إزاي؟ ممكن أقول له إن أنا عندي for الi اللي موجودة جوه مثلًا range، أبسط حاجة جوه الrange بتاع 3. حلو. وهاعمل جواها for الj in مثلًا range 2. حلو. ساعتها اعملي print للI and الJ. هو ليه يكون طلع لي بالشكل دوت؟ مع ان انا ممكن لو جيت دخلت وغيرت الشكل ان هو ده بالنسبة لي، وقلت له تعالى print مثلا، قلت له بالنسبة لي كده print لي الI، هيجيب لي 3 ارقام دول. ولو جيت قلت له ان هو print ليها نفس الفكرة، قلت له للJ، هيجي يقول لي 0 1. طيب خلينا نقولها ببساطة شوية. أنا دلوقتي عشان أشتغل على دي لازم أخلصها وأدخل أنوت، صح؟ ولا لازم إن أنا أدخل على دي أخلص اللي جوه الأول وبعدين أخرج بره؟ أول حاجة لما هيجي إن هو هياخد رقم 0 ديت، هتاخد أول حاجة الرقم 0، يبقى أنا دلوقتي معاها 0. حلو. هتيجي ال0 اللي هتبقى ماسكاه ديت لازم تخلص العدة اللي موجودة جوه وبعديها تروح داخلة على العدة اللي بعديها. يعني ال0 هتدخل تقول لي أنا لقيت 0، جميل، حلو، جميل، ولقيت 1. فأنا دلوقتي ال0 اتكررت مرتين عشان هي لقيت 2 variable، وبعديها قالت خلاص أنا خلصته، ادخلي على ال1، زودت 1، الرينج دوت خلاص دخل تاني لقى 1، قال لي حلو، لقيت ايه؟ انا لقيت 0 1 تاني. خلاص يبقى انا دلوقتي الواحد معاه 0 1 تاني، فكررت الاتنين. انت لقيتي ايه؟ 0 1، يعني معناه ان انا لو زودت ان هو 4 هيبقى بالنسبة له انا دلوقتي لقيت 0 1، لقيته مرتين، لقيت الاتنين، التلاتة، وهكذا، يعني 2 و3. معناها ان انا باخد القيمة او الفاريبل يخلص اللي موجودين جوه، وبعديها يطلع يزود هنا هو قيمة، يخلص اللي موجودين جوه ويكاونت عادي 0 1 2. لو ديت هيكون بالنسبة لي حتى لحد 6، فهو هيخلص ال0، هتخلص كل اللي موجودين جوه وبعديها تزود على نفسها 1، وبعديها تخلص اللي موجودين جوه عادي وبعدها تزود على نفسها 1، تخلص اللي موجودين جوه وتزود على نفسها 1، وهكذا لحد لما تخلص القيم اللي موجودة عندها كلها. طيب لو احنا عندنا مثال مثلا بالديكشنري، خلينا ندخل الديكشنري فيها. لو انا دلوقتي عندي ديكشنري معين وعندي داتا، والداتا ديت انا قلت ان انا عايز اعمل فيها اكشن معين، عايز مثلا ازود فيها حاجة، عايز الوب عليها حاجة، ايا يكن. ممكن اعمل حاجة زي كده ازاي؟ ممكن اشغلها على ازاي؟ احنا عرفنا الليست بس ما شفناش الديكشنري. لو انا دلوقتي عندي ديكشنري مثلا معين، ديكشنري دوت خلينا نقول فيه أم، خلينا هي نفس الفكرة، النيم مثلا، والنيم اللي موجود دوت خليه محمد، وهنعمل ساعتها age
الage دوت هيكون جواه مثلا أرقام بعديها، ويبقى بالنسبة لي جواه مثلا اليير، فدي السنة اللي هتكون موجودة بس. حلو، انا هجيب الكي اللي موجودين. فلنفترض ان احنا كنا ساعتها بنعمل كده هوت، ان انا عايز مثلا الفاليوز اللي موجودة، فالفاليوز اللي موجودة عندك ديت وديت وديت، بس انا عايز اجيب الفاليوز، انا عايز يعد جوه الفاليوز اللي موجودة عندي. انا ممكن اعمل حركات زي ديت ازاي؟ ممكن اقول له ان انت دلوقتي فور الاي اللي موجودة جوه الديكشنري بتاعتك. حلو، هتعمل فيها ايه؟ هتبرنت ساعتها الاي، فهيشوف يقول لي انا عندي فعلا نيم، انا فعلا عندي ايج، انا فعلا عندي الير بتاعتي. طيب انا عايز ان هو يكاونت الفاريبلز اللي موجودة عندي، وكمان يكاونت الفاليوز اللي موجودة جواها. انا ممكن اعمل زي حاجة زي كده، يعني عايز الكي وعايز الفاليوز. ممكن اعمل ازاي كده؟ ممكن اقول له فور الاي اللي موجودة جوه الديكشنري اللي موجودة عندي، اطبع لي الاي بتاعتي. حلو، واطبع لي كمان عندنا هنا هوت، لو فاكرين فاحنا كنا بنعمل ديكشنري ونقول له بالنسبه له الفاليوز اللي انا عايز ان هي تطلع، فانا ممكن اقول له والفاليوز اللي موجوده جوه الديكشنري بتاعتي، فهيجي يطلع لي ساعتها هنا هوت الكي، وهيطلع لي ساعتها الفاليوز اللي موجوده عندي. هيقول لي دي النيم ودوت الفاليو اللي موجود جواها، نفس الفكره الكي والفاليو والكي والفاليو اللي موجودين جواهم. طيب لو انا جيت وقلت له انا مش عايز كده وبس، انا عايز بالنسبه لي دول بس، انا دي كده هو انا مش عايزاها، وانا عايز بس مجرد الفاليوز اللي موجوده عندي. طيب لو انا مثلا عندي ليست معينه وعايز الوب على تو ليست مع بعض، مش مجرد ان انا هلوب على تو رينج موجودين، هيبقى عندي بالنسبه لي مثلا الليسته بتاعتي 1، وعندي بالنسبة لي خلينا نقول ان احنا عندنا دريد مثلا، وعندي big، عندي variables معينة موجودة، وعندي الليستة التانية هيكون موجودة جواها apple، موجود جواها مثلا بنانا. حلو، فالتو ليست اللي موجودين عندي دول انا ازاي ممكن ألوب عليهم بحيث ان هما دول string، مش مجرد هما numbers وخلاص، فانا شايف ان هما number. هل هيتلوب عليهم زي نفس الفكرة؟ او وقتها فور الاي اللي موجودة جوه الليست الاولانية، وكمان فور الجي اللي موجودة جوه الليست التانية، هتعمل فيهم ايه؟ print. فانا هبرنت الاي وهبرنت الجي، فساعتها هيقول لي انا دلوقتي هعد جوه ديت نفس الفكرة مرتين، هعد جوه ديت مرتين مش مرة واحدة بس. طيب لو احنا عايزين نكبر الموضوع شوية، انا مش عايز كده وبس، انا عايز ان انا اكاونت حاجة موجودة جواها. بمعنى انا عايز ان انا هشوف من الفاريبلز اللي موجودة عندي ديت في حاجة، في حرف موجود فعلا جواها، ولا الحرف دوت مثلا مش موجود. ولو الحرف دوت لقيته او الحرف دوت لقيته في الكلمة الفلانية، هات الكلمة دي وحطها لي في داتا تانية، حطها لي في لستة تانية اصلا هي موجودة. وهنسمي بالنسبة لنا مثلا احنا عندنا هيكون دي الداتا، دي الداتا بتاعتي، والداتا اللي موجودة عندي ديت هيكون موجود فيها، خلينا نحط فيها كلها، يبقى دي الداتا اللي موجودة عندي. حلو، الداتا اللي موجودة عندي دي أنا عايز ألف عليها، عشان لو لقيت مثلا كلمة أبل هحطها في داتا تانية، فالداتا التانية اللي هنكون عندنا ديت وهنسميها بالنسبة لنا مثلا دي نيو داتا. اوكي، سو نيو داتا ديت المفروض انها تكون شايلة مثلا كلمة من دول هنسميها أبل، هتكون شايلة ان هو أبل.
انا هقول له في الكود بتاعي او الشكل بتاعي لو لقيت كلمة ابل شيلها وحطها هناك. مش هيشيلها كديليت، بس يعني هياخد القيم اللي هي موجودة عنده ديت وهيحطها في الداتا اللي هناك. هيحطها ازاي؟ يبقى بالنسبة لي هحط له هنا الليستة فاضية، الداتا هي فاضية، الداتا ما فيهاش اي حاجة، فساعتها الليستة هتكون فاضية. طب الليستة لما هتكون فاضية، انا دلوقتي عايز اخلي حاجة تلف فوقيها، حاجة تفضل تعد كل الحاجات اللي موجودة جواهم علشان تبقى شايلة دي لوحدها وشايلة دي لوحدها، عشان ابدأ ان انا احسب عليها. الحاجة اللي بتعمل حاجة زي كده فور هي اللي بتفضل تكاونت فوقيهم، فور الاي اللي موجودة جوه الداتا بتاعتي. طيب عايزة تعملي ايه؟ عايزة اديله حاجة لو ديت يعني معناها ايه؟ يعني معناها اف لو لقيت بالنسبة لك ابل حلو موجودة فين، ديت يا ترى انت عايزاها تكون موجودة فين؟ الحاجة اللي شالت لي الداتا دي كلها الاي، فالاي ديت هي اللي شارك كل حاجة، يبقى دي بالنسبة لي الاي. يبقى انا دلوقتي تاني الاي هتشيل لي الاربعة دول كلهم، تشيل جوه الداتا دي، وبعديها هاجي اسأله لو دلوقتي الابل موجودة جوه الاي اللي شالت لي كل الداتا اللي موجودة عندي ديت، ماشي حاضر اعمل ايه دلوقتي؟ خدها وحطها في الليستة الفاضية دي. هياخدها ديت يعني معناها ان هأبند على لستة فاضية. هأبند ازاي على لستة فاضية؟ يعني معناها اجي اقول له يا لسه يا فاضية تعالي، انا هأبند عليكي حاجة، انا هعمل عليكي كده هو اتأبند، وهضيف جواكي حاجة مختلفة. هضيف جواكي ايه؟ هضيف جواكي الفاريبل اللي انا هلاقيه لما الشرط بالنسبة لي ان هو هيكون متحقق. حل. فساعتها هقول له لو ده كده تمام والدنيا ما فيهاش قد مشاكل، تعمل لي كده اهو، تعالى نطبع الليستة بتاعتنا الجديدة دي. يا ترى تحط جواها ايه؟ تحط جواها قبل، علشان ديت بقت بالنسبة لي، وممكن ككلين كود تروح عاملها كده كلها، فبحيث ان انت شفت الاوتبوت بتاعتك وشفت الشكل بتاعك كله في نفس اللاين بتاعك او في نفس المكان. مش شرط تكتب كل واحدة في سطر، عادي، بس عشان تبقى عارف ان كل دول ليهم علاقة ببعضها. طيب لو نفس الفكرة ديت انا عايزة اكتبها بس بطريقة تانية، يعني احنا عندنا اكتر من طريقة ان انا اكتب نفس الداتا او اكتب نفس الكود بس ككلين كود شوية، ان بدل ما اكتب كل الخطوات دي عايزة اكتبها في ابسط صورة ممكن ان انا يكون عندي الشكل اللي عندي دوت. وبرضه لان احنا بنشوفها في اشكال كتيرة هتلاقيها، واسهل حاجة ممكن يعني تتعمل بنعملها ازاي؟ عندي الليستة دي، اوكي، ديت اول ليستة. فالليستة اللي موجودة عندي ديت انا هعمل ايه هنا اهوت؟ هقول له النيو ليست بتاعتي اللي انت المفروض عندك دي، النيو داتا اللي انا المفروض اكون موجودة عندي فيها، هتعمل جواها حاجات المفروض ان هي فاضية، هي فاضية. ساعتها انا هعمل ده كله بيتحقق لاجل بس الليستة اللي فاضية ديت، صح؟ مش كل ده المفروض بيتحقق عشان يدخل جوه الليستة دي؟ خلاص، طب ما انا اكتبه جواه كله، انا ليه كاتبه بره؟ ما انا ممكن اكتبه جوه. بس انا لو كتبته جوه هل ده من المنطق كلوجيك بقى بتاع البايثون ان هو اخده ده كده كوبي واعمل ساعتها الاقواس اهوت؟ اكيد لا طبعا، ده مش منطقي. طيب انا اعمله ازاي؟ بص، عندنا هنكتب فور عادي. حلو. فور الاي فعلا اللي موجودة جوه الداتا. حلو. فور الاي اللي موجودة جوه الداتا هتعمل ايه؟ والله انا بالنسبة لي كانت زي دي كده بالظبط. هعمل نقطتين؟ لا، هقول له ساعتها انا هديلك الشارت بتاعك. اف بالنسبة لي ابل حلو موجودة عندي، موجودة فين؟ موجودة جوه الاي. جميل جدا، احنا عملنا هنا اهوت. ساعتها انت المفروض ترجع لي الاي دي. جميل، انا مش انا المفروض ارجعها له؟ بنكتبها في اول حاجة خالص. ايوه، ايوه فعلا بنكتبها في اول حاجة. فانت بتقول له فور الاي اللي موجودة جوه الداتا، الشارت بتاعك اللي هو دوت، لو لقيت ابل موجودة في الاي، ساعتها ان هو ترجعها. دوت بمثابة ان انت هتعمل ابند على الليستة. انا بعمل هنا ابند علشان انا مش جوه الليستة ديت. طب انا لو حطيت كل دول جوه الليستة، انا لو جيت عملت كده، تعالي يا نيو ليست،
هلاقي عادي جدا ابل. ممكن نعمل واحدة تانية، خلينا بيج، فهيكون موجود جواها بيج. فده معناه ان انا ممكن اختصر دول كلهم في سطر واحد عادي جدا بسيط. طيب لو انا جيت وعوزت ان انا لا مش هعمل كده، بس انا بالنسبه لي عندنا conditions كمان، وهي اخر حاجه خلاص. اخر حاجه فيها ان هي فكره الكونديشنز، اللي هو لو انت لقيت اكشن معين اعمل له، اخرج منه. او انت لو لقيت اكشن دلوقتي معين مثلا في الديتا المليون دول، خلاص ما تكملهمش. بمعنى انت عندك مليون وجيت عند ال 3000 مثلا، هي دي الاكشن بتاعها اللي حصل، اكيد مش هيفضل يعد لحد المليون، ده مش منطقي. خلاص اقف عند ال 3000، احنا ليه رايحين لحد المليون؟ ديت انا ممكن اعملها ازاي؟ احنا عندنا حاجة اسمها بريك. بمعنى تعالى نعملها كواحدة واحدة، خطوة خطوة. اول خطوة ان انا هاجي واقول له عندي مثلا الليستة بتاعتي ديت، الداتا اللي موجودة عندي ديت انا عايز اكاونت فيها، فاقول له فور الاي اللي موجود جوه الداتا اللي موجودة عندنا، عايز تعمل جواها ايه؟ عايزك انك انت عادي اطبع الاي الموجودة عندك، معنديش ادنى مشاكل. حلو، هيطبع لي الاي اللي موجودة عندي. بس انا مش عايز ان هو يطبع لي الاي بس الموجودة عنده، يعني جميل جدا ماشي طبعت لي الاي الموجودة عندك، بس انا عايزك تعمل لي كمان شرط. طالما هتعمل لي شرط يبقى انت المفروض تعمل لي اف، يعني معناه ان انا محتاجة اعمل لك ان هو اف. اف ايه؟ اف بالنسبة لي مثلا ان الاي دوت لو هو بيساوي ابل هتقف. لو الشرط بتاعي ان هو دوت وصلت لحد الاكشن اللي انا عايزه ابل، ساعتها ستوب، ما كملش، وقف، وقف عد، وقف لحد هنهوت، ما تكملش حد المليون بتوعك، وقف لحد ديت. وهكذا لو انا عندي اكتر من حاجة هنهوت، فلنفترض احنا مثلا عندنا ايه، تشيري مثلا، افترض عندنا مثلا اي حاجة تانية، اورنج مثلا، ايا يكن. حلو، هو يفضل واقف لحد الابل اللي موجودة عنده، علشان انا دوت الشرط بتاعي اللي انا قلت له اقف عنده. طيب لو انا جيت وقلت له ما تقفش عند مجرد الابل دوت، لا، هنلعب عليها حاجة تانية. لو انا شلت دي، حلو، تعالى نشيلها، وجيت قلت له رنها، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا ما قلتلوش يطبع حاجة، فهو بالتالي مش لاقي حاجة يطبعها. طب ما انا هطبع فين؟ خلاص انا هقول له يطبع، بس انا هقول له يطبع بعد البريك، يعني بعد ما انت تلاقي الشرط بتاعك ابقى اطبع. لو انا جيت وعملت كده هو باللوجيك، هيجي يقول لي انا دلوقتي معايا الاي، قرأت الريد وقرأت البيج وقرأت ابل، خدتهم في ايديا، المفروض ان الشرط بتاعي ان هو يقف عند ديت. اول حاجة انا جيت وقلت له هات الاول الفاريبل، بعدين هات تاني variable، تالت variable هو بالنسبة له يقف عنده. ليه؟ لما الطبع قبلها اتقرأ، لان انا طبعته قبلها، انا طبعت وبعدين قلت له اقف، اما هنا هو قلت له اقف وبعدين اطبع. بمعنى انا دخلت دلوقتي طابور، والطابور دوت موجود وكبير مثلا لاين لاي اكل انت هتعمله، هما دخلوا وقالوا لك لو انت لقيت الرقم بتاعك هنوقف لحد عندك، يعني انت اخر واحد خلاص، او ما نلاقي الرقم بتاعك انت هتدخل، فانت دخلت خلاص وهنوقف الطابور من بعديك. جميل. جه شرط تاني وقالوا لا يا جماعة، احنا دلوقتي اول ما هنلاقي احنا هندخل الناس، حل، واول ما هنلاقي رقمك هنطلعك بره، هنوقفك قبلها. وكأن انا بقول له انا دلوقتي دوت شايله في الصندوق. حاجة تانية مثلا، انا هشيل دوت في الصندوق معايا، جمعته في ايديا، وده برضو كمان جمعته في ايديا لحد الاخر انا جمعتهم، فدي بتقول لي وقفي عند ديت، فقمت موقفها كده اطبع. انا موقفه خلاص، ما انا موقفه، ما انا ما رحتلهاش، ما انا وقفت، ايه اللي وداني عندها؟ بس هنا هو لما جيت عملنا برنت كده اهو، برنت للاي اللي موجوده عندي، هو طبعت الاول، طبعت ديت فور ولفت. هل انت عندك، يعني انا هنا هو قلت له معايا ريد، حلو، دلوقتي انا شايله الاي معايا ريد، اطبعها. هل انت قبل؟ لا انا مش قبل،
طب خلاص جميل جدا. لف. هل انت بيج؟ عادي طبعتها ما عنديش قد مشاكل. انت بيج؟ لا خلاص لف. راحت مسكت الابل اطبعها، طبعتها الاول وبعدين اديتها الشرط راحت وقفت. اما هنا هوت ما قالتش كده اهو. انا هنا هوت وجيت وقلت له دلوقتي خد اول واحده، خد الريد حلو، جه طبع مفيش، لا عنده شرط راح طبعها. تاني واحده عنده بيج، هنا هوت راح قال انا ابل، لا خلاص عادي اطبعها ما عنديش مشكله. جه عنده الابل، هيجي عند الابل ايه ده انا ابل ستوب، مش هكمل. ما اقدرش بقى انا اكمل خلاص، ما انا قايله له ستوب، فمش هيجي يطبع لي حاجه، مش هيجي يطبع لي ساعتها الابل بتاعتي. طيب انا لو عايزه اقول له لو انت لقيت variable معين لا كمل عليه عادي، لو لقيت variable ده تحديدا انت المفروض انك انت هتكمل، كمل عليه عادي، انا ما عنديش ادنى مشاكل انك انت تكمل من عنده. دوت انا ممكن اعملها ازاي، او دي حاجه انا بقولها ازاي يعني. بنقول عندنا حاجه اسمها continue. continue دي تيجي بتقولي لو انت لقيت الفاريبل اللي موجود عنده ده وكأني شيله وكمل عادي. يعني اول ما تلاقي الفاريبل ده اعمل نفسك مش شايفه وكمل عادي، ما مش مشكله. ده ممكن اكتبه ازاي؟ خلينا لنفس الليسته دي الليسته الداتا بتاعتنا اللي المفروض موجوده، واقول له فور الاي اللي موجوده جوه الداتا اللي موجوده عندي عايز تعمل جواها ايه. عايزه اقول لك لو الاي بتاعتك دي بتساوي ابل، لو الاي بتاعتك دي بتساوي ابل continue للحاجة وبعدين اعمل لي print، فبرنت لي الاي. ده اللي هيحصل، هيجي يقول لي انا شايل الريد انا شايل البيج وهكذا، بس جيت عند الابل انا مش هشيلها خلاص. ليه؟ هيجي اول حاجة هنا هو يشيلها، يقول له هل انت ابل؟ يقول له لا، قال خلاص كمل عادي اطبع. بعدين هيشيل البيج، هل انت ابل؟ لا خلاص كمل عادي ما عنديش مشكلة واطبع. بعديها يقول له هل ان هو خد خلاص الابل، هل انت ابل؟ لا معلش عشان نكمل مش هنطبع حاجة، يرجع اللي بعديها ويرجع اللي بعديها ويرجع اللي بعديها وهكذا. نفس الفكرة لو ما كتبتهاش انا هوت، قررت ان انا اكتبها هنا وعملت له انا هوت ساعتها، ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجة هيجي يبقى شايلها لحد يعني هنكمل لحد ما هو شايل الابل، خد الابل طبع وبعدين شاف الشرط فخلاص خلصت. ما هو طبع الاول، يعني هو طبع اصلا من قبل ما يشوف الشرط. انت دخلت مكان وانت مش عارف شروطه، فانت خلاص دخلته، ما في خلاص هم عملوا الشروط بعد ما انت دخلت، فخلاص ما انت دخلت ما انت مالكش شروط، يعني انت خلاص دخلنا. لو احنا اخر حاجة خلاص، لو انا بالنسبة لي الابسط واحدة فيهم، لو انا هاجي اعمل فور مثلا الاي اللي موجودة جوه لستة معينة مثلا، حلو، وقلت جوه الليست ديت اعملي باس، ده معناها ما تعمليش اي حاجة. وكأن انا مثلا في الداتا بتاعتي مش عايز دلوقتي اعمل حاجة في الفانكشن ديت، يعني مثلا هكتب هنا حاجة بس مش دلوقتي ما تشغلهاش دلوقتي، فبنعمل ساعتها باس بس كده.